ايه موضوع شوربة العدس اللي عليها سوداني ودقة وصوص طماطم؟ ايه الكلام ده؟ عكاكين قوي بتوع اليوتيوب. بس ذوقهم حلو. فتة، ناخد بقى الفتة وندوق الفتة. متحمس. هو ده، والله هو ده. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كيف بدأ الطبخ. النهارده هنعمل وصفة مصرية تقليدية. هعمل النهارده عدس، شوربة عدس وفتة عدس. شوربة العدس هي عدس وتوليفة من الخضروات. عشان شوربة العدس يبقى طعمها أحلى، يا سلام لو شوينا الخضروات اللي هتتحط في شوربة العدس، هتدي طعم أحلى وأقوى بكتير وأجمل بكتير. حط بصل وجزر، كرفس، ممكن تحطوا كرات لو عندكم كرات. هحط طماطم، والطماطم مهمة جدا في شوربة العدس، بتدي لون وطعم حلوين جدا. هتبل مجموعة الخضروات اللي قدامي دي. هحط ملح، وهحط فلفل اسود، هحط رشة من زيت الزيتون. كده مش فاضل ان انا اشوي التوليفة الخطيرة العظيمة دي من الخضروات عشان هستخدمها في شوربة العدس. على ما يستوي الخضار في الفرن تعالوا نعمل الرز. الرز طريقته بسيطة جدا. هحط زيت نباتي، هحط زيت زيتون. ليه بقول زيت نباتي؟ علشان في ناس بتحب تستخدم انواع اخرى من الزيت. المهم ان هو زيت نباتي. بعد كده هحط الرز. بعد ما يتحط في الزيت السخن بيتقلب لغايه ما نلاقي ان الرز كله بيلمع. ده معناه ان كل حبايه رز اتغطت بالزيت. الميه او المرقه بحط للكوبايه، من كوبايه من الرز بحط كوبايه ونص ميه. هتبل بالملح والفلفل الاسود، وهحط ورقتين لورا، وهغطي على الرز. اول ما يغلي ويتشرب هوطي عليه واسيبه بالظبط 20 دقيقه. مش محتاج افتح اقلب او اطمن عليه. لو عملنا كوبايه الرز عليها كوبايه ونص ميه وخلينا الرز يتشرب على درجه حراره عاليه وبعدين وطينا درجه الحراره بالظبط 20 دقيقه، هنطفي على الرز ونقدر نستخدمه. دلوقتي تعالوا نعمل صوص الطماطم اللي هيستخدم في فتة العدس. زيت نباتي، مقدار 3 فصوص من الثوم المفروم، وهطفي بالخل. دلوقتي هنزل بمعجون صلصه الطماطم وهدي تقلبتين. السكر مهم جدا في صوص الطماطم بتاع الفته وصوص الطماطم في العموم. واحط دلوقتي مكعبات الطماطم. طاسه فاضيه على النار درجه حراره عاليه. هحط كمون حصى، واحط كزبره حصى، فلفل اسود، وشطه، وهقلب واشم ريحه التحميص العظيمه. انا محتاج احمص التوابل عشان اقوي طعمها واقوي ريحتها واسيبها تبرد. بعد ما تبرد هطحنها. كده التوابل بردت، اقدر دلوقتي ابتدي في ان انا اطحن التوابل. التوابل دي كانت كمون حصى، كزبره حصى، فلفل حصى، وشطه. هديهم شويه ملح خشن كمان. كده انا جاهز اطحن الخليط ده اللي هنتبل بيه كل حاجه في الوصفه دي. يلا بينا. هناخد شويه من خليط التوابل ده هنتبل بيه صوص الطماطم اللي احنا شغالين فيه. هحط له بس مقدار نص كوبايه من الميه. انا بسخن حله على النار، والحله دي هحط فيها مقدار معلقه من السمنه البلدي. بعد ما السمنه بتسيح توم مفروم، وهحط بصل اخضر متقطع حلقات. الخضار المشوي العظيم ده هنزله هنا على العدس. نقلب الخضار المشوي. الدقه اللي انا حمصتها اللي ملت ريحه البيت هاخد منها مقدار معلقه. دقه عباره عن ملح خشن وفلفل حصى، كزبره حصى، وكمون وشطه. بس هحط منها مقدار معلقه ونص على العدس، وادي تقليبه اخيره قبل ما اضيف الميه واسيب العدس يستوي. هيقعد على النار بالظبط 15 دقيقه هيكون استوى. رغيفين عيش بلدي حلوين هنشوحهم في السمنه. العيش، وعلى العيش هحط مقدار
وفص توم مفروم، واحط معلقه من خليط الدقه اللي انا مجهزها. يا صديقي العيش ده كده خلاص اتحمص، ريحته خطيره، ومتاكد كمان ان طعمه هيكون عظيم جدا. تحسه كده شبه عيش الحواوشي، ريحه العدس خطيره. هنضربه دلوقتي يا اما في الخلاط يا اما هنضربه بالهاند بلندر. يلا بينا. كده خلاص وصلنا لقوام مثالي لشوربه العدس. نحط الرز في الجزء ده من الطبق، نحط هنا العيش المحمر. دلوقتي شوربه العدس. هحط السوداني، توم هقطعه حلقات. هاخد الخليط ده هنزل بيه هنا السمنه يتشوح. مش عايز لون التوم ده يبقى ذهبي، قبل ما يبقى ذهبي هحط عليه خليط الخضره العظيم ده. قبل كده كمان هاخد معلقه من الدقه اللي انا طحنتها احطها هنا علشان السمنه هتقوي ريحتها كمان. تقليبه واحده. دلوقتي اقدر اخد الخضره، هنزل هنا بالخضره فوق على الفته هنا. ريحه عظيمه وطعم متاكد كمان ان هو عظيم. رشه من الدقه، معلقه من صوص الطماطم سوداني على الجنب ده. الشوربه دي مش محتاجه عيش معاها، السوداني هيدي القرمشه اللي احنا عايزينها. وجربوا السوداني وهتدعوا لي في شوربه العدس. انا خلصت حلقه العدس. لو عجبتكم الحلقه دي اعملوا لايك وشير للفيديو. لو مش عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب في القناه.